بسبب الاوتوستوب. غادي يعرف الغالي البطل ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم بانه زهق من وحده من اكبر المشاكل اللي كانت غتقدر تطرى ليه في حياته كامله، واللي ما عمرو كان كيظن بانها غطرى ليه، واللي كان غتخلي ليه واحد البصمه او واحد الاثر سلبي كبير بزاف على الحياه ديالو. شنو غادي يدير هاد الغالي او شنو غيطرى للغالي؟ غير غنعرفو دابا من بعد ما نقول لكم. الا جات على خاطركم غتخليو لنا واحد لايك لهذا الفيديو هذا. كما ديما تنقول لكم راه حنا باقي في البدايات ديالنا ومحتاجين بزاف الدعم ديالكم. اذا نمشيو على بركه الله ونكملوا القصه ديالنا. البطل ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم سميتو الغالي، والغالي مسكين ما داي من هاد التسميه غير الشنعه، حيت حتى فلوس الترونسبور اللي هي واحد 30 درهم ما كانش عنده باش يمشي من دوارهم لحد السوالم باش يمشي للخدمه ديالو اللي كان لقى ليه خالو. حيت الغالي مسكين واحد المده طويله هو اللي مريح شوماج، يعني ما كيدير والو، غير عائلته اللي مره كيدوروا معاه. حتى طلعت ليه هاد القضيه في راسو وقال ضروري خصني نتحرك. وبما ان المنطقه ديالهم ما فيهاش فرص العمل وما فيها ما يدار، غاب واحد خالو اللي في المدينه خدام، قال لي خالي انا مزوق فيك، الا ما تشوف كيفاش دير ليا وشوف المعارف ديالك اللي في المدينه، على الاقل شي واحد فيهم يديبانيني شي خدمه باش ما نبقاش جالس. خالو مسكين تا واحد فيه قال اللهم هاد ولد اختي دبر على شي خدمه يهز راسو ويبعد من هاد الدوار هذا. فعلا داكشي اللي كاين. خالو بحكم انه خدام في المدينه وكما قلت لكم عنده المعارف شويه ديال الناس يعرفهم، قدر يتوسط للغالي واحد الخدمه واحد المكازا ديال الجلد، يعني غادي يخدم سيكوريتي في الباب. المهم قال الغالي احسن اللهم لا عمش ولا العمى، يعني حتى هاد الخدمه راه مزيانه وعلى الاقل غيكون عندي واحد الصالير غنشدو في الاخر ديال السيمانه. فعلا الغالي قال لي خالو راه نهار الاثنين الجاي ضروري تكون في الخدمه باش تشد البوست ديالك داك النهار اللي حددوا لك همايا، ما خاصكش تعطل، خاصك تحني الراس، خاصك المهم يبقى عليه بالنصائح وتوصيه. والغالي مسكين بحكم انه ما عمرو خدم وباغي يخدم ومحتاج الخدمه، حاني الراس كيسمع لخالو واش يقول لي سمعا وطاعه يا مولاي. المهم الغالي النهار اللي غادي يسافر فيه خرج مسكين للطريق عنده واحد 30 درهم، تيقول واش نركب بها واش نخليها واش نركب بها واش نخليها. وبحكم ان هي اللي عنده مسكين وقعت فيه قال الله غادي نخرج غير الطريق وغادي ندير اوتو ستوب ونشير على وعاسه شي واحد يحن فيا ويوصلني مع الطريق ديالو. وفعلا داكشي اللي غادي يدير الغالي، غادي يخرج للطريق، غادي يبدا يشير ها البيكوبات دايزين ها الكاميوات، كلشي كيدوز تيفوت الغالي وما تيعقل عليه حتى واحد. وبطبيعه الحال لحقاش الناس عرفوا بان شي حوايج كيطراو اللي خايبين في الاوتو ستوب. يعني شحال من واحد سمعنا بانه تعرض للنصب والاحتيال من بعد ما سير ليه شي واحد وركبوا معاه، كاين اللي كيسرقوه كاين اللي تيكريسيوه كاين الله يسر اللي كيضربوه وكتحط في مواقف اللي خايبه وكيصدق من خارج على راسو بداك حسن النيه ديالو، وبما انه كان باغي يدير غير الخير. المهم ما عليناش، كما قلت لكم بقى عالي كيشير لمده ديال واحد نص ساعه حتى واحد ما بغى يوقف ليه، لا كاميوات لا هوندات لا كيران لا والو. حتى لواحد اللحظه عيا مسكين حبط الساق ديالو فوق كتافو ومشى لواحد الحجره وهو يجلس قال لك جلس استراح. حتى شويه كتبان ليه واحد البائن كاتكات من اخر ما كاين طوموبيلات، يعني واحد الطوموبيل ديال الهاي كلاس، وقال هذه دابا جايه باين مولاها غيكون لاباس عليه، بلا ما نوقف غادي نعذب راسي ونحش مراتي معاه، يعني خليه يدوز بلا ما شير ليه. السيد جاي في الطريق تقرب للغالي هو يفراني راسو. الغالي شاف داك السيد فرانا عنده بقى كيشوف فيه، الاخر هبط الدجاجه هو عيط ليه قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي الله يخليك وريني الطريق اللي غادا لهاد البلاصه الفلانيه. وبما ان عليه عارف ديك الطريق بدا كينعت ليه تيقول لي سير من هنا سير من هنا سير من هنا. المهم حتى وراه الطريق مزيان ومشى علي غيرجع بمارشيرير باش يمشي يجلس في بلاصته فوق الحجره. وعيط لي داك الراجل قال لي اجي فين غادي انت مالك جالس هنا بساكت؟ قال لي انا راه غادي لديك البلاصه الفلانيه نيت نعت لك. قال لي واطلع معايا ما فيها باس نوصلك دابا انت وريتيني الطريق نديرو فيك هاد الخير حتى حنا نوصلوك، انا غادي ما نهزكش فوق كتافي. المهم فعلا داكشي اللي كان، طلع الغالي مع السيد الطوموبيل وشادين الطريق وكيزيد يوريه في الطريق وتيهضروا هو وياه. تبدا الغالي كيعاود داك السيد تيقول لي انا راه كنت جالس ما خدام ما ردام ودابا راه دبر لي خالي واحد الخديمه سيكوريتي في واحد الشركه ديال الجلد وراه غادي نمشي باش نقدم راسي ليهم ونبدا الخدمه معاهم. قال ليه مزيان الله يوفقك، وبنادم هو اللي يخدم على راسو ويعول على راسو في هذا الزمان هذا. والغالي ما حدو كيهضر مع هذا السيد في الطوموبيل هو كيكتشف بان داك السيد من اللهجه ديالو العربيه انها ضعيفه بزاف، بحال الا هو ماشي عربي ولا غير معلم العربيه حتى كبر. وبالفعل الغالي غادي يتجرأ وغادي يسول داك السيد غادي يقول ليه اسمح لي فهمتي العربيه ديالك شويه ماشي حتى تما، واش انت مغربي؟ قال لي لا انا الاصل ديالي فرنسي ولكن عشت بزاف ما بين تونس والمغرب والجزائر، داك الشيء علاش ولات عندي العربيه مزيانه واخا كتبان شويه لاكسون ديالي ناقصه ولكن كنهضر بها وكنفهمها مزيان. وغادي يقول للغالي بان الاسم ديالو هو فريدريك. هنا الغالي غيتعجب ركب مع كاوري بالصفه ديال المغربي وغادي يعجبو داك السميه ديالو اللي فريدريك وغادي يبقاو كمالين. غادي يضربو تقريبا واحد الساعتين ديال السلوغان حتى داك فريدريك او داك الشيفور ديال الطوموبيل اللي راكب مع الغالي غادي يقول للغالي بما اننا قربنا لمحطه الاستراحه غادي ندخلو ما فيها باس نشربو شي قهوه ونكملو الطريق ديالنا. الغالي بانه ارتاح داك السيد قال لي ماشي مشكل نمشيو.
فعلا دخلوا لاقرب محطه ديال الاستراحه اللي وصلوا ليها، باركاو ومشاو للقهوه، جلسوا وعيطوا على قهوات وبداو كيشربوا في القهوه ديالهم. واحد شويه جالسين وكيهضر الغالي هو داك السيد، حتى داك السيد قال الغالي اسمح لي انا جاي، واش وقيلا باغي يمشي للطواليت ولا ما عرف شنو. حتى مشى حتى اختفى. ما دوز على واحد 5 دقائق وكيبان له الجندار والغالي طالقين لاسيرين وكيدوروا بديك المنطقه حتى لقاو الطوموبيل ديال داك الكاوري ومشاو تيقلبوا فيها وتيدوروا بها. المهم بالفعل الغالي كيشوف الدرك الملكي بانهم قربوا الطوموبيل ديال الكاوري اللي جاي معاه فيها وتيحلوا فيها وكيدوروا بها، حتى غادي يمشي عندهم كيجري وغايقول لهم هاد السيد هذا راه وقف ليا في الطريق وراه ركبت معاه وراه عندي واحد الصاك ديالي خصني ناخذو من عنده. الغالي غيبغي يحلص الطوموبيل باش ياخذ الصاك ديالو، غادي يحبسوه الدرك الملكي غايقولوا ليه هدا. هنا في هاد اللحظه غادي يجي مول الطوموبيل بحال ما في راسو والو، وغادي يقدم راسو للدرك الملكي غايقول لهم انا راه سميتي فلان فلان هذا طوموبيلتي. الدرك الملكي بحال عارفينو قال لي جون مرحبا بك وراه حنا متبعينك وراه كنتسناوك غير توصل لهاد النقطه هادي. هنا الكاوري اللي قال سميتو فريدريك ملي سمع السميه ديالو الحقيقيه اللي هي جون الاول وصفار وحمار وتخلطوا عليه كاع الاحاسيس وما عرفش باش تبلا. المهم وما عرفش باش تبلا. المهم هنا غادي يحني راسو وغادي يبقى غير يتصنت للدرك الملكي اللي غادي يقولوا ليه ضروري خصنا نقلبوا الطوموبيل دابا كامله باش نعرفوا واش هاد المره عاوتاني داير شي قالب ولا هاد المره دايز صافي. المهم فعلا الدرك الملكي بداو تيقلبوا في الطوموبيل حتى كيتصادفوا مع واحد الميكا كبيره فيها تقريبا واحد 3 او 4 كيلو مشيه تحت الكوسان اللوراني. ملي كيجبدوها كيلقاو فيها الطحين، الطحين اللي ماشي طحين يعني مساله البيضاء. وهنا هاد جون يعني فريدريك غادي يعترف بالدرك الملكي من بعد ما شدوه متلبس بالحيازه على انه كان غادي يوصل هاد الشحنه هادي لواحد السيد اللي داير معاه الناظور. المهم ما عليناش، هنا الغالي غادي يقول لهم واسمحوا لي دابا انا خصني نمشي بحالي. غادي يقول لي واحد الدركي ريح بلاتي الله يرضي عليك ما عندك فين تمشي، هذا راه صاحبك وانت شريك معاه. الغالي مسكين غير سمع الهضره ديال الشريك معاه اوتوماتيكمون غادي يبدا يبكي حيت ما عمرو طاح دوك المواقف وما عمرو كنهضر مع الجدرميه ولا البوليس. يعني كان واحد الانسان اللي مسالم بزاف اكثر من القياس حتى انه غادي يبدا يدمع وغادي يلقى ما يقول. وغادي يشدوه مع الجدرميه ومن بعد ما غادي ياخذوا الاذن ديال وكيل الملك غيديروهم تحت الحراسه النظريه باش يزيدوا يحقوا معاهم ويعمقوا معاهم في البحث. هنا الغالي وفريدريك بعد ما مشاو للزجيور اي ديك الغرفه ديال الحراسه النظريه غادي يبدا الغالي كيبكي عليك الكاوري يقول لي انا ما درت لك والو انا راه غير راكب معاك وانا غير طلبتك باش توصلني وشوف واش تبغي لي انا اللي نضيع وانا اللي عارفني انت ما داير انا والو. هنا ومن بعد واحد داز واحد النهار ونص في الجيور الكاوري كان باغي اللي ولدتو ديك الساعه ما كانش باغي يبقى بوحدو ولكن غادي يصحى عليه الضمير ديالو وغادي يعترف للدرك الملكي بان السيد هذا اللي هو الغالي راه غير ركبو معاه في الطريق وبانه راه ماشي عارفوش وما عنده حتى علاقه بهاد الشحنه اللي غادي بها الكاوري. هنا الدرك الملكي حيت كانوا متعاطفين مع الغالي وعرفوا بانه غير راكب معاه لان لا الحاله ديالهم لا الهندام لا الثقافه ديالهم لا الشكل ديالهم ما كيبينش بانهم صحاب او بانهم فردين من عصابه واحده. يعني الشخصيات ديالهم مختلفه بزاف على بعضياتهم وداك الشيء علاش الدرك الملكي ومن بعد ما شرحوا هذا الموقف كامل النيابه العامه اللي غتامر باخلاء السبيل ديال الغالي وباثبات التهمه على فريدريك اللي هو جو بالحيازه والتهريب داخل المملكه المغربيه المخدرات الصلبه. هنا الغالي مسكين غادي يخرج وغادي يرجع لدوارهم بعد ما نسى شي حاجه سميتها الخدمه وقال اللهم نريح دارنا ونضيف طاني باش المكان ولا شوف هاد الخدمه اللي كان غادي نمشي ليها وبحسن النيه وباقي كاع ما وصلنا ليها شنو كان غيطرى لنا قلت على الاقل غادي نمشي بواحد 12 عام ديال الحبس ما داير فيها لا بيدي لا برجلي. هنا الغالي بحال ترفقتيه وقال كما قلت لكم في الاول اللهم دارنا خويا ولا نتغرب وما نعرفش شنو قدر طرا ليا في المدينه وانا ماشي ولد المدينه وانا غير ولد الباديه عقلي على قد الحال. اللهم رجع دورنا نعاون با في الفلاحه ونعاون في ما يدار. المهم قلت حدا دارنا ورد لهم البال وردوا لي البال. هنا بالفعل الغالي كما قلت لكم غادي يستقر غادي يرجع للدوار غادي يحاول يخدم تما فاش ما عطا الله. المهم غادي ينسى شي حاجه سميتها المدينه بحكم ان ديك القضيه اللي طرات ليه مع عمرها غتخرج ليه من البال ديالو. وهنا القصه ديالنا ديال اليوم الخوت غادا تكون سالات قصة اللي واقعية اللي طرات الأحداث ديالها تقريبا في 1982 وبالضبط في إقليم حد السوالم. الناس اللي كيعرفوا هاد المنطقة في هاد السن ديال 82 غادي يعرفوا هاد السيد اللي كان غادي غير يدير أوتوستوب باش يسافر حتى تشد 5 كيلو ديال الهيروين. هاد القضية خدات واحد الشهرة كبيرة في ديك المنطقة ديك الساعة ولاو بزاف ديال الناس سامعين بها وبزاف ديال الناس يعرفوها. المهم الخوت بما تلاقينا في فيديو جديد إن شاء الله تنقول لكم ما تنساوناش بجانب الفيديو وما تنساوناش بواحد الاشتراك باش يوصل لكم اي فيديو ان شاء الله حطيناه. ونتمنى كما قلت لكم انكم تدعمونا وتزيدوا توقفوا معنا حنا مازال محتاجين الدعم ديالكم بزاف. وبما تلاقينا في فيديو جديد نقول لكم السلام عليكم.